بلاتي وقالت لكم اخر ما كاين قصص من الواقع. السلام عليكم يا حبيباتي ولياتي اللي بغا شي عبره من كلماتي. يعني اليوم جيتكم بقصه جديده، قصه يا البنات. اش غنقول لكم؟ الله يهدي ما خلق. اللي عنده شي بنات الله يهديهم ليه. والانسان في هذا الوقت، هذا الجيل اللي ولا الواحد غير يسلك ويشوف كيفاش يتصاحب مع بناته ووليداته، حيت الوقت صعب اخوتي. ما نشوف هاد الويس امر ما نساوش التعليقات ديالكم الزوين دائما كتشجعوني بها، ما نساوش التعليقات ديالكم ديما كنستافد منها. شكرا لكم على متابعه القصه من الاول حتى الاخير، وبارطاجيو القناه مع اصحابكم وحبابكم، خصوصا مع الشباب والشابات اللي ما كيبغيوش يسمعوا النصيحه بالقصه. كتوصلوا لهم الميساج وبالقصه تتفهموهم وكيعرفوا شنو كيوقع في هذه الدنيا وشنو كاين في الواقع من غير هادشي اللي كيشوفوه في المواقع وكيتيقوه. هذه قصه ديال ملكه اسوميه بنات العمام. ملكه هي اللي كتعاود. معكم ملكه. جيت نعاود لكم اخوتي قصتي وتقولوا لي وتنصحوني. انا وبنت عمي كنا كنقراو في الدوار، والفيلاج بعيد علينا. جينا للفيلاج كراو لينا تما واحد الدويره. جات عندنا مرت عمي، جلسنا تما كنقراو في الاعدادي ودوزنا تما الثانوي. نجحنا في الباك ايوا رغبنا وطلبنا باش اننا نكملوا قرايتنا في الجامعه. ايوا هنايا ناض عمي وبا اتفقوا، قالوا غادي نهبطوا للمدينه يقلبوا لينا على الكرا ويسكنونا مع بعضياتنا باش ما نسكنوش مع البنات، زعما خافوا علينا من البنات وخافوا علينا من هادشي اللي كيوقع وهذا. وقالوا كل مره غيهبط واحد فيهم يجي يطلع لينا يتقدى لينا. وكاين عندي ولد عمي كبير، هو اللي مره كيجي عندنا. هو داكشي اللي داروا فعلا، هبطوا للمدينه كراو لينا واحد ابارطومون اللي كانوا فيها جوج بيوت وكوزينه. المهم داو لينا واحد الفريشات اللي غنحتاجو داكشي اللي كنحتاجو. ايوا ملي جينا للمدينه كما قلت لكم، بنت عمي سميه طبهطات بالاجواء ديال المدينه، بحكم انا كنت كنهبط للمدينه عند خوالاتي، حيت انا عندي خوالاتي في المدينه كنجي عندهم مره. هي لا، اول مره غتجي للمدينه وطبهطات وشافت الضواء وشافت الشوانط وشافت الديور وشافت الطوموبيلات وشافت القهاوي شافت الريستورات. المهم شافت الزحام ديال المدينه والاضواء وداكشي طبهطات. ملي جينا للقرايه البنت تبدلات في التصرفات ديالها، تبدلات في لبسها، تبدلات في التعامل ديالها مع البنات مع الدراري، حتى ولات واحد النهار واحد البنت ولات كتخرج بلا ما تشاور معايا، بلا ما تقول لي يعني غنططال. حتى تصدمت فيها بانها مصاحبه مع واحد السيد كيجي كيديها بالسكوتر من حدا الدار. النهار تخاصمت معاها قلت لها سميه هادشي اللي كديري فيه راه ماشي هو هذاك، والله يعرف باك والله يعرف خوك، راه ديري كيف عليك. قالت لي سيري نتيا فشحال بلديه، خلينا نعيشوا الحياه. المهم الواحد هو اللي يعيش حياته ما حد لقى الفرصه. ديما هذه هي درتها. كان انا كنغطي عليها كتقول لي والله وتقولي شي حاجه للدار حتى نوريك. بعد المرات تيجي خوها كيلقاها ما كايناش، كيقول لي فين كاين، كنقول لي حكا مشات تسخر، حكا مشات عند واحد السيده تجيب لينا شي كتوبه وكترجع دغيا، كنصوني عليها كترجع دغيا. النهار اللي زدت فيه ولات البنت كتمشي ملي كيكون عندنا مثلا شي ويكاند السبت والحد ولا 3 ايام ما قارينش، كتمشي تتسافر، كتمشي مع هذا السيد هذا، كتمشي تتسافر معاه وكتخرج معاه وكتقول لي يلاه هي معانا كنتي شوفي يلاه هي شوفي شي واحد ونخرجوا اون كوبل. هذا كنقول لها شوفي الله يجيني انا جيت هنا نقرا، كتقول لي تفو شحال فيك شحال بلديه انت بديتي تبقاي ديما هكا مقبوره في داك الدوار وما عايشاش الحياه. سيري شحال فيك حتى النهار اللي غادي تفضح وغادي يعيق بها خوها. غادي يجي خوها يتسناها في الدار. وكانت مسافره مشات من الخميس ما كناش قارين، كانت عندنا واحد العطله وقالت لي والو ما نرجعوش للدوار، غتصلي بهم تقول لهم عندنا الحفاظه وعندنا ما نديرو. نط فعلا زيرات عليا وقلتها لهم، هضرت مع ماما وقالتها لبابا وقالتها لعمي، قالت لهم راه البنات ما غايجيوش في هذه العطله، راه عندهم ما يدار. ايوا ما تكون غير من الفضيحه ديالها ان باها مصيفط الفلوس لخوها، قال لي سير تقدى ليهم وشوف شنو خاصهم وبات عندهم. ايوا جا ولد عمي قال لي فين كاينه، قلت ليه خرجت ما عرفتش فين مشات. قال لي كيفاش ما عرفتيش فين مشات؟ حيت انا عرفتها ما ترجعش. كنصيفط ليها كنصوني عليها الكونيكسيون ما كاينش عندها، المهم الريزو ما عرفتش ما عندهاش الريزو، المهم ما كيوصلهاش لابيل. كنصوني والو، انا كتشدني القفقافه اش غنقول ليهم. كيتسنى ولد عمي حشم مني، خرج لبرا مشى جلس فواحد القهوه، كيتسنى رجع عاوتاني قال لي واش مازال ما جات؟ قلت ليه لا. قال لي والو غتقول لي فين مشات؟ قلت له والله ما عرفت، راه انا كنت ناعسه ومريضه شويه ما شفتهاش متى خرجت، تكون هي مشات عند البنات عاوتاني كيما ولفات. قال لي لا، انا وقت ما جيت انت كنلقاك في الدار هي ما كنلقاش، غتقولي لي فين مشات. ضربت الطم قلت له والله ما عرفت. انا سكت ما قدرتش نقول ليه والو.
السيده ما جاتش داك النهار، ولد عمي بات، انا بت في البيت ديالي، هو بات في البيت ديال اختو. فاق في الصباح عاوتاني والو كنصوني عليها والو. المشكل حتى داك الدري اللي كتمشي معاه ما عنديش تليفونو. اتصلت بالبنات اللي كيعرفوها قالوا لي ما عندناش تليفون ديال الدري. حتى ديك الربعه د العشيه هذا هي جايه ملي جات شدا خوها قتلها بالعصا. شدا خوها قتلها بالعصا. فين كنتي قالت لي بت مع البنات. مليكه ما بغاتش تمشي معنا، البنات دايرين حفله وهي ما بغات تمشي معنا. انا مشيت بت معاهم في عيد ميلاد. المسلخه سخفات. ملي سخفات تخلعنا عليها وهذا. ملي ضربتها الفيقه قال لي خوها نديو نشوفها شنو عندها، مالها سخفات، ياك ما فيها فقر الدم، ياك ما هذه ياك ما هذه، حيت خوها مجوج راجل، زعما راجل بعقلو هذا. هزيناها ديناها للطبيبه. ملي دوزات ليها الطبيبه هي تتصدم لها الطبيبه، قالت لي دخلت غير انا وياها، قالت لي انا حامله ولكن البنت باقا بكر، باقا بنت. تصدمنا قلنا لها عافاك ما تقوليها راه خوها في برا غيقتلها غيدير لها يفعل لها. قالت لنا المهم هادشي اللي عطا الله. والشهور ديال الحمل ديالها شهر. صافي خرجنا تخطفات. ملي خرجنا قلنا ليها لا راه غير فقر الدم. جا للدار صافي المهم قال لها مره مازال تعاودي وهادي غادي نوريك غنفعل لك. البنت سميه كتصل بداك الصديق ديالها قالت لها شنو كاين قال لها ما نعرفك من هنا ليه، شوفي فين جبتيه. قلت لها ها اللي كنقول لك، ها المشكل ديالك. مشات كتقلب كتسول، قالت غطيح داكشي اللي في كرشها زعما باش ما تخسرش راسها وهذا. وهذا الولد هذا كانت كتعرف دارهم، كتعرف خواتاتو. مشات عندهم كاع شي مره بات معاهم في الدار، يعني كتعرف مو كتعرف خواتاتو كتعرف كلشي. ملي فين ما مشينا كتقلب زعما باش دير الاجهاض ما كتلقاش حتى فات شهرين. وفين ما مشات كيقول لها ما نقدرش ندير لك الاجهاض كاين خطر على صحتك. وانا غير كنقفقف وهي متلحرم زعما كتقلب حتى ما لقاتش. قالت لي هاد ولد الحرام هذا خصني ضروري يجي يخطبني من دارنا يتزوج بيه وخا يتزوج بيه ويطلقني. صافي فكرنا تعيينا وهي طيح عليها واحد الفكره. زعما هاد بنت عمي راه الشيطان في صفه انسان. ناض ولات كتهضر معها قالت لي صافي داكشي اللي فكرتي راه طيحتو، انا راه باقي فييرج، راه انا ما طرا ليا والو وهذا نرجعوا كي اون كوبل. هو غير عرف واش تهنى من داكشي اللي فكرتها رجع عاوتاني كيمشي معها، ولكن هاد المراه مابقاش تمشي تبات معاه. اش ولات دارت ليه؟ قالت لي راه عندنا واحد الموسم في الدوار غادي نعرض عليك انت وعائلتك جيو عندنا مرحبا بكم وتاكلوا وتشربوا وتفجوا وتنشطوا وديروا تصاور مون داك النوع اللي عصري. ايوا صافي داكشي اللي كان. السيد قال لها واخا. عرضت على مو عرضت عليه. طلعنا للدوار متحرم. مشات قالتها لباها قالت لي راه شي ناس غيجيو يخطبوني. ما قالتليش راه غيجيو غير كنعرفهم وهذا. صافي قال لي با مرحبا بهم. وجدوا طيبوا ذبح عمي، جاو الناس فرحوا بهم، جاباها معاهم. اللي خرجنا لا سميتو خرجوا للدوار وهذا حيت حنا الصراحه كان الموسم. ملي خرجوا عزلات الدري وهي تقول ليه شوف راه داكشي اللي فكرتي باقي، دابا غادي تجي تخطبني وتدير لي العقد وتطلقني من بعد، ولا والله يا تندير لك شي فضيحه هنا والله يذبحوك خويا وبا. السيد ملي جات لتما وحل فيه حصل. مشى قالها لباه، عز لباه قال لي شوف انا راه البنت راه غلطت معاها وشنو وقع. قال لي با زيد صلح الغلط ديالك. جينا حتى لعند الناس حشومه، شوف والديها كي دايرين وهذا وانت داير معاهم الغلط. ملي جلسوا باه فتح عمي قال ليه جينا راغبين طالبين في امو. تصدمات. المهم قراو الفاتحه. باين الدري فهم قال ليه نديروا العقد هاد الايامات. وفعلا داكشي اللي كان. وجا الدري دار ليها العقد. قالوا غيديروا العرس ما غيديروا العرس. سميه قالت لهم انا ما بغيتش العرس، بغيت نسافروا انا وياه. داكشي باش غنديروا العرس بغيت نسافروا به. قال لها با لا راه خص الناس يسوقوا الخبر وداكشي. قالت لي شوف غنديروا غير صدقه والطلبه الله يعاون. قال لها مالكي زربان على هادشي؟ قالت لي لا عندي امتحانات وخصني القرايه وخصني. والدري غير كيشوف. فعلا داكشي اللي داروا. عتقات بنت الحرام راسها وداروا العقد وهزوها وداوها. من بعد نقول لكم شي 6 شهور ولا 7 شهور قالوا سميه هي تزاد عندها دري. صافي ولدات. ومن بعد ولاو مع المشاكل مع جوزتها وعايراتها وداكشي. ولكن قالت لك انا جمون فو، انا المهم تزوجت عندي ورقتي بانني مزوجه، بغا يطلقني بغا يبقى معايا شغلو هذاك. لدابا بيناتهم مشاكل، ديما في صراعات، ديما في مشاكل مع الويساتها مع سميتو. ولكن زدت راسها. انا كملت قرايتي. انا الحمد لله دابا
تندير الدكتوراه ومخطوبه، ولكن غير جيت البنات نعاود لكم راه الخفه راه ديما ما كتخرجش العاقبه ديالها بخير. هاد بنت عمي سميه هي زطات راسها وفكات راسها، ولكن راه شي وحده اخرى راه الله يستر تقدر يوقع لها المشاكل، تقدر توقع فيه جريمه، تقدر بزاف ديال الحوايج. داكشي علاش البنات جيت نعاود لكم قصتي، نقول لكم الا جيتوا تقراو جمعوا راسكم، ديوها في قرايتكم، خليوكم من هاد الزيغه وهاد الشيء اللي كتشوفوا في الافلام، راه ماشي ديما كيصدق. سميه زطات راسها فكات راسها، ولكن هي ضيعت قرايتها ما كملاتش، عايشه في المشاكل. هي واخا تقول لك انا جو مونفو، ولكن لا، عرفتها بانها غير زطات راسها وديبانات راسها وتزوجت داك الزواج الملاوح. جيت نعاود لكم هاد القصه باش تكون عبره. سميه زطات راسها، جبرات داك الولد يتزوج بها، ولكن هي مزوجه زواج ملاوط، الدري ما خدامش، غير والديه اللي كيصرفوا. داك الولد مسكين ضايع بيناتهم، مره غضبانه في دارهم، مره راجعه عند عكوزتها ولويتاتها ديما كيجفوا بها الارض، كيقولوا ليها غير زعما زفيتي على ولدنا حتى تزوج بيك، انت كنتي خارجه الطريق كتجي معاه للدار، كنتي رخيصه وكذا. هي كتقول لك جمون فو، المهم انا تزوجت به، المهم انا دار ليا وراقيه، ولكن لا. وكنشوف راسي ها انا بشويه عليا كملت قرايتي، راني مخطوبه، داكشي كل حاجه كتجيب وقتها. عايشه انا قصه حب مع السيد اللي خاطبني، ماشي بالضروره ديك المراهقه اللي كتكون فيكم ودوك الزيغه تخرج عليكم البنات. بشويه عليكم، اي حاجه بغيتوها راه غتوصلوا، ولكن بالعقل وخليكم من الزيغه. وهذه هي قصتي، كنتمنى تكون عبره. لا انا اللي كنقول جمعت راسي، لا بنت عمي اللي زيغات راسها. وكنتمنى تكون عبره للبنات اللي كيخليو ديورهم، كيخليو والديهم كيتيقوا فيهم باش يصيفطوا ما يقراو شي بلاصه اللي بعيده. كنقول لكم على هاد القصه ما سقط بكم فعلا بحال هادشي كيوقعوا بعض المرات. كنسمعوا جرائم كيوقعوا على بحال هكا، وكنسمعوا البنات بانهم مشاو يقراو حتى كيصدقوا خارجين الطريق كيصدقوا، كيخدموا في الدعاره غير بسبب انها مشات تقرا وخرجت الطريق. كنتمنى بحال هاد القصص يكونوا عبره للبنات اللي مازال ما عارفينش الوقت اش تتسوى. وانا خير ما كاين كنقول لكم ما سقط بكم بارطاجيو القناه باش بحال هاد القصص يوصلوا للبنات، يوصلوا للشباب، يوصلوا حتى للوالدين، يردوا البال لبنياتهم. وانا خير ما كنقول لكم السلام عليكم، الى قصه ان شاء الله.